تونس حتصير زي دبي. دبي؟ نعم. تونس حتصير زي دبي؟ السلام عليكم خوتي هانيين، كلشي مزيان، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم غاديين تشاهدوه معنا. كيف سمعتوا الاخوان، ملي تنقولوا لكم هاد السيده هادي راهي خدامه مع جهات معنيه، يعني دوك الناس اللي باغيين يحكموا العالم، يعني القوه الخفيه، الناس اللي ما كيبانوش، انا كنسميهم حاكمين الظلام، يعني دوك الناس ما كيبانوش وكيرسلوا ميساج عبر هاد الدجاله هادي اللي كاريين ليها الحنك ديالها. ملي انت ما كتكذبيش وملي كتنبئي كتصيبي. علاش تونس التنبؤ ديالك ما جاش هو هذاك؟ علاش الكوارث ملي كتعطيهم، هنا غادي يضرب زلزال، هنا غادي يضرب اعصار، هنا غادي يكونوا فيضانات، هنا غادي يطلعوا حشرات، كتصيبيهم كيجيو هما هادوك؟ علاش؟ شنو السبب اللي ما رضخاتش لكم ليه تونس باش ما رديتوهاش بحال دبي؟ حيت نتوما دابا وليتو هما اللي كتحكموا في العالم، انما ما كتحكموش في الكون ديال الله، انما نتوما كتحكموا دابا في العالم. اللي بغيتو كتغنيوه، اللي بغيتو تدمروه كتدمروه. قلتوا واحد الدوله غادا تبقى منبوذه وغادي يبقاو عايشين فيها مثلا غير بحال الاشباح، ها هي ليبيا بقات كتبان. ليبيا هي طوقات مدينه على قدها، دارت لها السياج باش ما يدخلها حتى شي واحد، دخلها الاوبئه ودرتو منا راه الرائحه ديال الاموات، راه ولات الفيروسات، هادشي ولا خطير. غادي تسمعوا الاخوان باللسان ديالها تقول لكم تونس غادا تولي بحالها بحال دبي، والتوانسه مساكن دابا باقيين ما لاقين، ما غاديش نعايروهم، حنا كنهضروا، حنا ما كنعايروهمش، حنا كنناقشوا. غادي تسمعوا هادشي باللسان ديال تونسي، وغادي نوريكم كيفاش حتى هي تنبأت الاعصار. اليونان ضرب اليونان. علاش عباد الله الكوارث كيجيو والحاجه المزيانه ما كتجيش؟ تنبأت المغرب بانه غادا تكون عنده ثروه ديال البترول وغادي فينا هي. اشنو تاني؟ شوف، ما نبقاوش نوضحوا كل شيء 100%، باش ما نطيحوش راسنا في المحظور. انما راه عندكم عقلكم الحمد لله، والمغاربه اذكياء كيفهموا كل شيء. انتم سمعوا هاد الدجاله البوق المأجور شنو كتقول. تونس حتصير زي دبي. دبي؟ نعم. تونس حتصير زي دبي؟ السميط ولا نكسبوه، الفارينة ولا نكسبوه، الزيوت ولا نكسبوه، السكر ولا نكسبوه. باعتنا حالتنا متعبة أصل أكل عرافة الله لا يبارك لها. دارت في 2021 مش تبدو كي دبي. لا بنية عمي لك غلطتي في الحرف الأول، كدا بدلها بالزاوية يا ربي ولك الحمد. حالة فك البلاد يا سيدي. قتلنا الشر، كانت غدانا ما نتعشوش، كانت عشانا ما نتغدوش، ولانا بالجمعة التواليت ندخلوا في الجمعة نهي. مسارين اختارت بالشر، هذاك هو كلانا الشر، باع كلانا الشر. حالتنا ولت غادي من حالة جميلية عطاشة وحالتها متعبة أصلا. احنا حالتنا غادي منها، مشينا اتخذنا كلانا الفقر، كلان وطبع يا ربي لو كلنا الفقر، يا ربي يغفر وسامحنا نعيش في تونس، سامحنا. وهذاك هو. هذا تونسي يا الاخوان، هذا تونسي عايش في تونس، قال لك الحليب ما كنلقاوش، قال لك الا فطرت ما كنتغداش، ولا تغديت ما كنتعشاش، يعني حتى في كرشهم ما شبعانينش. يعني هاد الناس عندهم هدف، عندهم واحد المخطط راهم جالسين كيطبقوه على العالم. ولقاو هاد السيده هادي، لقاوها بان هذه هي الاخبار ديالهم، هذه هي اللي كتركب الرعب في العالم. يعني ملي بدات هي تتنبأت، قال لك الموت الجد ديالها والموت لخطيبها، واش صفاوها ليهم؟ واش مهم تنبئي لينا لالا الموت ديالك امتى غادا تموتي، تنبئي لينا شي شخصيه كنعرفوه وبعيد على، تنبئي لي انا مثلا، شوفي لي انا، قولي لهم مثلا هذاك صاحب قناه، ولا تنبئي لشي واحد عنده قناه تاني كبيره، تنبئي له بشي حاجه مزيانه. ما تنبؤوش بانكم غادي تصفيوها ليه، ما تنبؤوش بانكم غادي تحيدوا ليه القناه ديالو. هذاك الشيء حيت ساهل عندكم. انتم الاخوان، هي التنبؤات ديال الكوارث غادي تسمعوا بودنيكم، بانها تقول لك تنبأت فاصابت. ولا عطينا تاني التنبؤ ديالك هذاك اللي فيه الخير حتى هو تصيبي فيه، علاش ما كتصيبيش فيه؟ يعطيك شي مصيبه ان شاء الله.
كارثة طبيعية بتضرب اليونان ونراها على وسائل الإعلام بشكل لافت وتسبب خسائر فادحة. مساحات على مد البصر ما تزال مغمورة بالمياه وسط اليونان، وتسببت العاصفة التي أطلق عليها اسم دانيال في خسائر كبرى قدرتها لجنة من الخبراء بأكثر من 1,100,000,000,000 يورو. اش ظهر لكم اخوتي في هادشي؟ يعني السيدة تفرشات الناس، الدول اللي ما كترضخش المطالب ديالهم وما كتنازلش على الشعب ديالها وما كيقبلوش المطالب ديال هادوك الناس الماسونيين، واخا كيضربوا لينا الفيديو ملي تنقولوا هاد السميه هادي ما كيهمناش. حنا ماشي عندنا الغرض هو الربح، عندنا الغرض هما نبينوا الكذوب ديال هاد الناس. وليتي هي حديث الساعه، فيما جلست فيما جمعت كتلقى بانه ليلى عبد اللطيف قالت وغادي يضرب التسونامي، غادي يضرب الزلزال، وصافي الانسان ولات كتبان له الدنيا كحله في عينيه. بنادم ولات يقول لك انا بلا ما نشري طوموبيل، بلا ما نشري العقار، بلا ما ندير، انه صافي راه الدنيا بدات كتفنى. شوفوا هاد الناس كيفاش دخلوا الرعب للدماغ ديال الناس، وحتى شي وحدين الله يهديهم كيبقاو كلشي كينسبوه للعرب. لا، دائما نبعدوا حنا دوك التوقعات اللي كتجيب لهم مخططات.